تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وعدد من أولياء العهود ونواب الحكام وضيوف البلاد. الاحتفال الشعبي الذي أقيم اليوم لمناسبة زفاف سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية على كريمة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، وبمشاركة مجموعة من العرسان من أبناء الوطن من مختلف إمارات الدولة. فقد حضر الحفل الذي أقيم بأرض الاحتفالات بمنطقة المشرف بأبو ظبي الرئيس الشيشاني رمضان قاديروب وسعادة الفريق السير جيرمايا ماتاباري الحاكم العام لنيوزيلندا، وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهدي ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلى ولي عهد أم القوين، واسمه الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، واسمه الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية، ومعالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي، واسمه الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية، واسمه الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، واسمه الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، واسمه الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي، واسمه الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبو ظبي، واسمه الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان، واسمه الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق اسمه الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واسمه الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب مستشار الأمن الوطني رئيس هيئة طيران الرئاسة، واسمه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، واسمه الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبو ظبي، واسمه الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، واسمه الشيخ خالد بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة طيران الاتحاد، واسمه الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، واسمه الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، واسمه الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس هيئة الثقافة والفنون بدبي، والشيخ الدكتور سعيد بن محمد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والشيخ أحمد بن سيف آل نهيان، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة والمسؤولين بالدولة وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين، وجمع من المدعوين والضيوف وذوي العرسان وأقاربهم. وهنأ أصحاب السمو والشيوخ العريس سمو الشيخ عمر بن زايد وإخوانه العرسان مباركين لهم ولذويهم العرس متمنين لهم حياة أسرية سعيدة.